ما ركزنا عليه بدء أولا أن يستتب الأمن والنظام، أن تتوفر هذه المؤسسات، وبعدها يعني بمعنى أن يكون لنا اعتراف من قبل الشعب، لأن العلاقات الخارجية هي بمثابة مرآة للوضع الداخلي. فالحمد لله كل هذه المقومات الآن توفرت، وبدأنا في هذه السنة فقط أن نقوم باتصالات دولية، الهدف منها كسب الشرعية الدولية. والحمد لله حتى الآن في خلال 6 أشهر الأخيرة قمنا باتصالات، وركزنا في هذه الاتصالات على الدول الجوار، بمعنى دول الإيجاد: جيبوتي، إثيوبيا، إريتريا، السودان، كينيا وأوغندا. هذه الدول اللي تنضوي في لواء هم أعضاء في منظمة الإيجاد. وترفض سلطات أرض الصومال الطروحات العربية التي تعتبرها جزءا من معادلة أزمة الصومال ككل، كما ترفض الاستجابة للمساعي المصرية التي تريد إشراكها في حوار المصالحة الدائري بين مختلف الفصائل المتناحرة على السلطة في الصومال، وهو موقف عربي يستند على اعتبار أن مسألة الفصل في الاعتراف بجمهورية أرض الصومال لا يمكن أن يتم إلا بعد إيجاد حل للصراع الدائر في الجنوب. هذا الظلم بعينه، لأن إحنا في جمهورية أرض الصومال انتظرنا 7 سنوات وتقريبا 8 سنوات حتى يقوم هناك كيان شرعي في الشطر الجنوبي، وليس هناك أي أمل في قيام هذا النظام الذي يحظى بتأييد أو ثقة المجتمع والأمة في الشطر الجنوبي. ولذا ما نعرفش كيف نعمل.